اسمع، بيقولوا المال يغير الإنسان، وأنا بقول الإنسان هو اللي يغير بالمال المكان. لو معايا مال هسافر واشوف البلاد، واتعلم علم وافتح ألف باب. لو معايا مال هبني مدرسة للأجيال، واخلي طفل فقير يبقى يوم العلماء. لو معايا مال هفتح مستشفى للغلابة، يمكن دعوة أمر تغير كل الكتابة. لو معايا مال أعطعمك وعن كل يوم، وازرع أمل بدل الدموع والهموم. المال في ايد ممكن يبني ألف في دار، وممكن في ايد تانية يسيب خراب ودمار. مش العيب في الذهب، العيب في صاحب القرار. هو اللي يختار نار ولا نار. وبعدين اسأل نفسك قبل ما يخلص المشوار، لما يجي يوم الرحيل ايه اللي هيبقى من الأثار؟ رصيدك في البنك ولا رصيدك في القلوب؟ قصرك العالي ولا الملهوف؟ انا مش بحب الموت ولا بعبد للمعاني، لكن لو ربنا رزقني هعرف قيمة مكانها. هسيب مدرسة تخرج ألف عال، هسيب مستشفى ترجع الأمل لكل متقل، هسيب دار يتام تضحك فيها عيون صغيرة، وازرع خير يفضل بعد سنين طويلة. لأن المال مش هينزل معاه القبر، لكن عمل هيفضل شاهد على العمر. امشي من الدنيا وسيب بصمة تهز الزمان، خلي اسمك يتقال بالخير مش بعدد الملايين اللي كام. المال هيفنى والقصور هتبقى حجارة، لكن الخير اللي تزرع هيفضل نور ونارة. اعمل قصر يعيش بعد الرحيل، يمكن دعوة صدقة تكون سبب النجاة في يوم تقيل.